يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح كل حاجة حلوة. جمعة مباركة حبايب قلبي عليكم وعلى الجميع. ربنا يا رب يسعدنا ويسعدكم ويسعد أيامنا وليالينا يا رب كلنا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. حبايب قلبي، قبل ما ادخل بس في الفيديو حابة اشكر الناس الجميلة جدا جدا اللي زعلت عليا في الفيديو اللي انا كنت ببكي فيه يعني. بس بجد والله يا جماعة فعلا الواحد بتبقى ساعة ضعف يعني كده، ما بيبقاش طايق الدنيا اللي حواليها دي. بس الحمد لله يعني الشيطان بيسوى للإنسان حاجة، بس الحمد لله أزمة بسيطة قوي وبتعدي بتمر كده بسرعة الحمد لله. بس والله لما حسيت إن أنا عملت معاكم الفيديو ده وحبيت أفضفض لكم، بس حسيت براحة نفسية قوي قوي بعديها، والحمد لله ما فيش أي حاجة وأنا زي الفل. الفيديو اللي كنت نشره امبارح ده كان طبعا مسجل على التليفون، ما كنتش محضره له، عشان كده ما شكرتكمش ولا قلت لكم اي حاجه. بشكركم جدا جدا والله، ويعني مش عارفه اقول لكم ايه. كل اللي اقدر اقوله لكم يعني ان بحبكم في الله، والله بحبكم في الله. كل ست وكل بنت وكل اخت وكل صديقه وصديق، يعني ربنا يجازيكم يا رب خير. وطبعا مروري معاكم ان شاء الله يعني لحد ان شاء الله ما يحين الاجل. هكون معاكم على طول بكل حاجه ولو قليله او صغيره تفيدني الاول، قبل ما تفيدني هخليها تفيدكم باذن ربنا. ربنا يجعله كله في ميزان حسنات. طبعا احنا عارفين ان الايام دي موسم الوز، وعاوزين بقى نقدم بقى شويه حاجات وشويه نصايح كتيره جدا للوز ان شاء الله، وهعمل لكم فيديوهات كتيره قوي عن الوز الايام دي ان شاء رب العالمين يعني. باذن الله يا جماعه. هنقول بقى وصفات حلوه عن الوز. طبعا يا جماعه الوز الوحيد، انا طبعا ما عنديش وز، انتوا عارفين ان انا ما عنديش وز. والوز اللي كنت قايله لكم هشتريه، انا كنت قايله لكم ان انا مش هشتريه الا لما يطلع لصاحبته البطن بتاعتها الاول، فانا ما اقدرش اجني تعبها طرف السنه يعني واخده على الجاهز كده. لا، هو يطلع لها بطن، واحنا اشترطنا على كده يطلع لها بطن، وبعد كده نشوف كنت هشتريه ولا لا، ده مضمون. لكن انا صراحه ما جبتش وز ولا اشتريت وز لسه لحد دلوقتي، لو اشتريت هشتري الوز اللي لسه طالع صغير. طبعا حبايب قلبي انا هقول لكم برضو وصفات كتيره عن الوز. انا اول سنه تتقطع من عند الوز اولا، انا نشرت معاكم قبل كده فيديوهات كتيره جدا عن الوز، وكنت بقول لكم حاجات كتيره وكانت بتفيد الناس بجداره يعني. طبعا النهارده احنا هنقول ان شاء الله حاجه يمكن انتوا شايفين بوادر الموضوع، شايفين انا راميه للوز وراميه بتاع للبط ايه. يا ريت انتوا لو عندكم الحاجه دي يا جماعه باستمرار، دي كنز في بيتك. بس ايه، الوز مش بياكلها بقى بالطريقه دي، الوز بالذات مش بياكلها بالطريقه دي. فهي الحاجه اللي بتخيب الوز يا جماعه عدم التكسير، لان الوز اكتر حاجه ليه، ذكر الوز اكتر حاجه ليه ان هو يكسر الوز بالليل، دي اكتر حاجه. ايوه مش هتسمع، ايوه هتسمع الصوت بس مش هتشوف، قليل قوي انك تشوف الوز الذكر وهو بيكسر الوز ده. ان شاء الله الحاجه اللي احنا عملناها النهارده باذن الله دي هتزود لك تكسير الوز جدا الذكر جدا، وهتخلي الذكر يكسر بطريقه حلوه او وملحوظه وانت هتشوفيها بعينك. اعمليها مره في الاسبوع، اعمليها مرتين، زي ما يتوفر عندك الحاجه دي. احنا هنقول ان شاء الله على الحاجه دي، وهنحطها للوز، هنحطها لهم ان شاء الله بعد المغرب كده، وهنسيبها قدامهم طرف الليل. انت بقى هتسمعي بعينك، هتسمعي بودنك وتشوفي تكسير الذكر. وطبعا كل الذكر ما يكسر الوزه العنقود بيسخن وبتبيض بط اكتر، وبتحس ان البط بتاعها يطلع مخصب بعد كده بقى هنتكلم عن الرقود، وهنتكلم ازاي الوزه ترقد وازاي تحافظ على البيض، ايه اللي بيمنع ان الوزه مثلا الوز بيموت في البيض. هنقول كل حاجه باذن الله على مراحل. طبعا يمكن هي الحاجه دي برضو هي اللي قدامنا دي، بس احنا هنعملها بطريقه مختلفه وهنزود برضو عليها حاجه تاني. هتفيد لك الوز، هتفيد الوز جدا جدا، وانت هتشوفي بقول لك زي ما بقول لك كده بقى، هتسمعي تكسير الذكر جامد يعني، هتلاحظي انت بنفسك. دي برضو يا جماعه اللوبيا دي اللوبيا، شايفين البط، انا بس عاوزه اكبه لهم في الحله الثانيه بتاع الاكل بتاعهم. دي اللوبيا، بس اللوبيا دي يا جماعه دي قشور اللوبيا، بس احنا قبل ما نحطها
نغليها، يعني انت تغليها جامد وتحطي عليها طرنشات. لو ما عندكش البتاع ده الجزر ده عادي، تقشير الجزر، طرنشات الجزر دي مفيش مشكله، جزرتين ممكن تحطيها. دي بتقوي النظر قوي، بتاع ذكر الوز. بتخلي الذكر يشوف الوزه بالليل وحتى لو مش منوره لها، ويكسرها جامد. الميه دي سبحان الله يا رب فيها سحر، لان الذكوره تكسر بسرعه، والبيض واحنا عارفين يا جماعه حبوب البسله دي بتكتر البيض جدا عند اللوبيا والبسله. اللوبيا بالذات والبسله حلوه جدا للبيض اهو، عشان كده بيعملوها في الخلطه بتاع الحمام، يحطوا اللوبيا دي في الخلطه بتاع الحمام. انا مش عارفه هي اللوبيا ولا البسله، انا اتلخبطت والله. لا دي البسله قصدي، دي البسله بيحطوها للخلطه بتاع الحمام. معلش يا جماعه انا تلقائيه كده وبطلع الكلام بتلقائيه وبطيبه قلب وكده يعني بحاسه كده ان انا قاعده بتكلم معاكم. دي طبعا يا جماعه تتحط الوز بالليل بحالها كده، بقشورها بحالها بميتها بحالها تتحط للوز. طبعا الناس هتقول لي الوز بس، لا، تحطها للبط، تحطها للوز، تحطها للفراخ، تحطها لاي حاجه. المهم ان الحاجه دي بتزود التكسير وبتكتر البيض وبتغسل معده الطيور كلها. بلغم اي حاجه موجوده عند الطيور بتاعتك بتغسل اي حاجه، حطها لهم على الريق. عايزه تزودي بقى الحاجات البرد والحاجات اللي هي مش كويسه للطيور، حطي اغلي عليها الشيح او ورق الجوافه. موجود عندك الشيح اغليه وحطيه عليه، مش موجود عندك ورق يعني الشيح يا ورق الجوافه، اغليه وحطوه للطيور بتاعتك. ما شاء الله ما شاء الله، انتوا هتشوفوا نتيجه حلوه. وانتوا عارفين طبعا والله ان انا ما بقول اي وصفه الا وانا متاكده منها، والناس بتجرب وتشوف بنفسها. ما عندكش مثلا خلصتي بقى من القشور، عندك شويه لوبيا زي دول كده ما فيش اي مشكله خالص. عندك ما اعرفش هي راحت في اللوبيا، يعني هي الحب، ايوه الحب دي. عندك شويه مثلا عندك في الفريزر، اغليهم وحطي للوز ميتهم. بس انا عاوزه الوز ياكل القشور دي، منها تزود لك انتاج البيض، منها تخلي الذكر يتجنن ويكسر بسرعه والبيض كله يطلع لك حلو. طبعا شايفين يا جماعه، شايفين انا بحط برضو للطيور بتاعتي ده بحط لها طبعا. انا يعني انت اي خلطه بتاعتك حطها لهم، بحط لهم دايما الدقيق، وانتوا باستمرار بتشوفوني حاطه الدقيق للطيور. انا بحط لهم خلطه الدقيق والقمح دي مع بعضيها على طول. اهي زي ما انتم شايفين، الله اكبر، عشان الطيور مولفه عليها بياكلوها بجداره يعني اهو. بخلط لهم. ما عندكش القمح حطي شيشه، ما عندكش الشيشه حطي اي حاجه، عشمه تشوش، حطي علف، حطي اي حاجه موجوده عندك حطيها. المهم انك تحطي الدقيق على الاقل مره او مرتين في الاسبوع للطيور. بيرفع نسبه الكالسيوم جدا، ما بيخليش البط ياكل في بعضيه. للكساح، لو عندك اي حاجه فيها كساح انا افضلهم في الحله الثانيه دي بس. فان شاء الله اي حاجه اي وصفه اعملها اتبعيني بس باذن ربنا، وانت هتشوفي ما شاء الله يعني الخير، هتشوفي الخير ان شاء الله باذن الله. وربنا يعمل اللي فيه الخير. وان شاء الله اي حاجه انا مستنياكم. خلاص انا طلعت النت بقى، اي سؤال عندكم قولوه وان شاء الله انا هرد عليه باذن الله. بس بجد يا جماعه ميه اللوبيا دي، ميه البسله دي حلوه جدا جدا للطيور، للوز بالذات، للبط، لتكسير ذكر البط برضه، للفراخ دي لما تشرب منها حلوه جدا للبيض بتاعها. وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. ومليون مره شكرا لكم والله، وقلبي معاكم زي ما انتوا قلبكم كلكم معايا يعني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.